ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. حببتنا في الدين والإسلام. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا أمي. أنا بقى فضيلة الشيخ دلوقتي فضل. أنا يعني عاملة حاجات حلوة كتير ما شاء الله. مع ناس يعني مقدمة لهم الحلو كله. الله أكبر. مش يعني أقسم لك إن أنا بكلمك بصراحة. ربنا يبارك فيك يا أمي. اللي أنا بعمله حلو فبيبادلوني الوحش بيه. يعني لدرجة إن أساءوا ليا جامد. سبحان الله. جامد يعني. سبحان الله. أنا من النوع اللي ما بحبش أخاصم. نعم. ودول معايا في البيت. جيرانك يعني؟ لا يعني هنا حبايبي في البيت هنا مثلا ابن سيلفي وكده نعم. قرايب يعني برضه. قرايب خالص يعني. نعم. أنا يعني أنا مربياه كمان. نعم. فأنا نفسيتي شايلة منه قوي لدرجة إن أنا موصية إن لو ما أموت ما يحضرش عزايا. نعم. يعني لدرجة إيه كمان؟ نعم. ما يقفش حتى في معزتي ولا أي حاجة. يعني انا مش راضيه على اللي انا بعمله وفي نفس الوقت مش قادره ان انا خصمه ومتضايقه يعني. لا ربنا يبارك فيك يا امي ويحفظك. شوفي ايه، انا عايز اقول لك حاجه صغيره خالص. صلي وعصى ربنا يبارك فيك يا رب. عايزين بقى نكمل الصوره الحلوه الجميله دي. انت عملت الخير ده لمين؟ لله. والله العظيم. بصرف النظر يا امي بقى ربنا يحفظك. بعمل حلو كتير والله. بصرف النظر بقى هم قدروا او ما قدروش، طلعوا كويسين طلعوا وحشين. والله يا امي ربنا يبارك فيك. يا ما شفنا حاجات من ناس ما كنا نتخيل ان احنا نشوف منهم الحاجات ديت ولا الاخلاقيات ديت، لكن في النهايه طالما احنا بنعمل العمل ده لله مش لحد ولا لحظ النفس، فالحمد لله احنا مسامحين على طول الخط. دي طبعا المسلم الحمد لله انه يسامح. طيب اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. ربنا يعزك ويبارك فيك. الحمد لله. الله يبارك في عمرك. تحت امرك. والله والدي كان عايز يكلم حضرتك. تحت امره وعينيا. الله يخليك. الله يخليك يا شيخ وربنا يكرمك على البرنامج الجميل سعادتك اللي انت بتقدمه ده. الله يبارك في عمرك. ربنا يحفظك ويعزك. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. تحت امر حضرتك. الله يخليك فيك. طب يا ريت توطي التلفزيون شويه بعد اذن حضرتك. ماشي يا فندم. اتفضل. ثانية واحدة. طب يا ريت توطي التلفزيون شويه بعد اذنك. وطيته. اتفضل. والدي هيكلم حضرتك. طب اتفضل تحت امرك. اتفضل. الله يخليك يا شيخ. اتفضل مع حضرتك. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك يا شيخ. ماشي تحت امرك. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. ربنا يطول لنا في عمرك. الله يبارك في عمرك ويحفظك. بالنسبه للقناه دي ربنا يطول في عمركم جميعا ويكرمكم بحق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله يبارك في عمرك. ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا سيدي. الله يبارك فيك. بقول لسعادتك ايه؟ اتفضل. انا بشوف رؤيات كده جميله جدا. ما شاء الله. بشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ربنا يبارك فيك. وشفت وطلعت فوق قعدت فوق الكعبه. الله اكبر. واي رؤيه مثلا بشوف مثلا مرات ابني بتاع. نعم. بقى لا مؤاخذه ايه اشوف الولد قبل ما يتولد. ما شاء الله ما شاء الله. واخد بالك؟ دي بشرات طيبه والله ما شاء الله. ابني اتجوز جديد. ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيه. مراتك هتخلف عيلين. نعم. فربنا كرمنا وعيلين صح. الله. ايه الحاجات دي بقى يا شيخ؟ والله هي يعني تكاد رؤيا المؤمن في آخر الزمان ألا تكذب. يعني رؤيا المؤمن في آخر الزمان صادقة. لأن سبحان الله في زمن الفتن المؤمن بيحتاج أشياء تثبته. تعرفوا أنه على الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. تأتي الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له، فيرى الرؤيا فيصبح فيراها كأنها كفلق الصبح، يراها فعلا تتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. واعرف ناس كتيره بالمنظر ده بفضل الله. الواحد منهم يشوف الرؤيا ويحكيها لحبايبه فيلاقيها هي ما شاء الله يعني زي ما هي زي ما شافها بالملي. فاسال الله عز وجل ان يجعل ايامك كلها سعاده وسرور انت وجميع المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نرجع لموضوعنا. نرجع لموضوعنا. فاحنا بنقول موضوع الزواج والعفه والاشياء دي كلها ان الشاب لازم يتجوز. وبعدين سبحان الله النهارده عدد الشباب بالنسبه لعدد النساء اصبح النهارده في الاحصائيات بيقول ان 1 ل20 ولسه هيوصل لواحد الى 50 كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح لكل قيم 50 امراه. 50 امراه قدام رجل واحد. طب تخيل حضرتك لما تكون انت مش عايز تتجوز وقدامك 20 فتاه مش متجوزين. لو انت اتجوزت واحده هيبقى 19. امال لو انت ما اتجوزتش شوف المشكله عامله ازاي. دي نقطه. النقطه الثانيه
عدد المطلقات ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب حتى الآن يعني 8 مليون مطلقة، قنبلة موقوتة. كل واحدة لها من حقها إنها تعيش مع زوج يراعي مشاعرها ويحس بيها ويسعدها ويطيب خاطرها ويشوف حقوقها وواجباتها. سبحان الله، يعني كل الأمور ديت لازم نفكر فيها فعلا بعين البصر والبصيرة. مش مسألة بقى ان انا بعزف عن الزواج عشان مش عايز اتحمل مسؤولية، ودي هنيجي فيها ان شاء الله عند اختيار الزوجة. ان كتير من الشباب وسامحوني يعني مش عايز يتحمل مسؤولية، عايز يعيش حياته كده بالطول وبالعرض، هو مبسوط كده، هو يعني حاسس ان هو انا مش ناقصني اي حاجة. طول ما امه قاعده معاه وعايشه معاه ربنا يبارك فيها، بتخدمه وبتراعيه والحمد لله، وهو ماشي بره عياذا بالله ما فيش عنده التزام، فماشي مع دي وماشي مع دي وماشي مع دي. وبعضهم بقى عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيك يفسرها تفسير كده بيسمعه من الاعلام، اللي هو ايه؟ اصل انت بدل ما تاكل تفاحه، لا النهارده كل تفاحه، بكره كل برتقانه، بعد بكره كل موزه، طب ما في الاخر هتتزحلق يعني، واخد بالك؟ لا ده انت ربنا يكرمك خد حاجه واحده حلال هتعيش وتطمئن وتسعد بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام رسول من أولي العزم الخمسة، آجر نفسه 8 سنوات، مش 8 بس بل 10 سنوات. عشان إيه؟ عشان يعف نفسه. قال الرجل الصالح من مدين وهو ليس شعيب على الراجح من أقوال أهل العلم، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، إن أنت تخدم عندي ترعى الغنم عندي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، لو حبيت تكملوا مع 10 دي حاجة بتاعتك أنت، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله إيه من الصالحين. المهم يعني إيه، سيدنا موسى أتم أكمل الأجلين، بدل ما يخدم هذا الرجل الصالح ويرعى عنده الغنم 8 سنين رعاها 10 سنوات عشان يعف نفسه. سيدنا النبي عليه السلام تزوج أمنا خديجة وكان بينه وبينها 15 سنة، كانت أكبر منه ب 15 سنة عشان يعف نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. الزواج نعمة كبيرة، نعمة من أعظم النعم. لو عايز فلوس زي ما قلت لك، لو عايز فلوس اتجوز. والله أعرف شباب كان يقول لي إيه، مرة شاب من الشباب بيقول لي والله أنا لما جيت أتجوز ما كان حلت حاجة غير 200 جنيه. رحت لوالد الأخت قلت له السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا عايز أتقدم الأخت. المهم استخار ربنا واستخارت ربنا والحمد لله ووافقوا على بعض. فقال له عم الحاج أنا معيش غير 200 جنيه، بعد إذن حضرتك هجيب بقى خاتم من ذهب ولبسه لها وانتهت المشكلة على كده، وربنا يكرمنا بعد كده إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان. قال لي خلال 6 شهور ربنا ساق لي أرزاق من كل مكان لحد ما اتجوزت بفضل الله سبحانه وتعالى. الزواج مظنة الذرية، والذرية دي بقى نعمة كبيرة قوي 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 فوق ما تتخيل. انسى بقى الإعلانات بتاع حسنين ومحمدين ومش عارف إيه والكلام ده كله، وشد الحزام واربط الحزام انسى الكلام ده كله. الذرية الصالحة، الذرية الجميلة اللي تعينك على طاعة ربنا وتكون في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من بينها أو ولد صالح يدعو له. الله، ابنك بقى يدعي لك بعد موتك ويكون في ميزان حسناتك وهو عايش وبعد ما تموت، يعني شوف قد ايه في حياتك وبعد موتك كل أعماله في ميزان حسناتك، كل أعماله أعمال أحفاده كل دولت في ميزان حسناتك بفضل الله. بل ورد حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة، يعني هو مثلا هيخش دار السلام في الجنة فيلاقي نفسه أو جنات عدن فيلاقي نفسه إيه اترفع للفردوس، فيقول أن هذا أنا أعمالي ما توصلنيش الدرجة دي، فيقال باستغفار ولدك لك. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال لتلميذه النجيب هذا التابعي الجليل سعيد بن جبير، قال هل تزوجت يا سعيد؟ قال لا. قال فتزوج يا سعيد فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. طبعا هنا في تفسيرين لكلمة أكثر نساء، تفسيرين لأهل العلم. التفسير الأولاني فإن خير هذه الأمة أكثر نساء يقصد بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني أكثر نساء يعني أكثرهم زواجا. طبعا المذاهب تعددت في هذه المسألة أو الآراء، لكن طبعا أنا أعرف طبعا أن رأي النساء في هذا الموضوع بالذات يميلون إلى أن إيه؟ إلى أن طبعا مقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خير هذه الأمة أكثر النساء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم ينتهي عن الزواج أبدا صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فعشان كده يعني سبحان الله احنا يعني بنقول ان شوف قول ابن عباس بيقول له فإن خير هذه الأمة ايه؟ أكثرها نساء. وعلى رأي بعض أهل العلم أنه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا مش عايزين نتكلم عن موضوع التعدد. طبعا الزوج لما بيعدد الزوجة بتعدد بس بالطريقة بتاعتها يعني سبحان الله. وطبعا الستات عايزة كل الرجالة، وبنتكلم بعض الصراحة، عايزة كل الرجالة ترفع راية التوحيد في موضوع الزواج، يعني زوجة واحدة
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. فربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. والحقيقة يعني الإنسان لما يكون عنده زوجة فعلا، زوجة وتكون إنسانة دينة وطائعة وإنسانة محترمة وإنسانة توافقه في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه وتعالى، وإنسانة مواتية له، وإنسانة ودود وولود وعندها خلق عالي جدا، فيعني يكتفي بها إن أراد ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. وليس معنى ذلك أننا ننكر الأمر الآخر، لكن بنقول يعني إنه يعني أطيب لها ولقلبها إن كان ذلك سيكون حفاظا لها ورجالا. طيب إزاي بقى نتجوز؟ وهو ده الحقيقة الوقت جري مننا وما لحقتش أقول إزاي نتجوز، لكن ممكن نقولها في عجالة سريعة كده وتسامحوني يعني. هناخد بقى 5 دقايق من القناة وتسامحوني يعني إن شاء الله نردها لكم في الحلقة الثانية يا أستاذ محمد إن شاء الله. هاخد منك 5 دقايق يا أستاذ محمد وأدعي لك إنك تتجوز إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. طيب عايزين نتجوز، الشاب عايز يتجوز يعمل إيه؟ حاجات بسرعة كده في عجالة. أول حاجة أخويا حبيبي الاستعانة بالله، إن أنت تستعين بالله، إن أنت ما تقولش أصل أنا هعمل بقى وهشتغل في الشركة الفلانية والحمد لله هيجيني مبلغ كذا فبالتالي بفضل الله خلال 2 3 خلال 6 شهور هتجوز. لا، خد بالك من حاجة، استعن بالله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قول يا رب جوزني. قول يا رب أنا ما أعرفش أتجوز، أنا لو جمعت كنوز الدنيا دي كلها وأنت مش مقدر لي إن أنا أتجوز مش هتجوز. إنما لو ما كانش حلت حاجة وقدرت لي إن أتجوز هتجوز. يبقى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رقم 2 عشان يبقى الكلام عملي بقى، الدعاء، وخصوصا في قيام الليل. يا شباب قيام الليل اللي احنا سبناه، اللي ناس كتير سابوه، قيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم خصوصا بقى في الثلث الأخير حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ يا اللي عايز تتجوز قول يا رب جوزني. هل من سائل يسألني فأعطيه؟ يا اللي نفسك تتجوز قول يا رب جوزني. هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ يا اللي عندك ذنوب حيشاك عن الجواز قول له يا رب اغفر لي عشان أتجوز وعشان ترضى عني قبل أي حاجة. اطلب من ربنا، ابكي بين إيديه. أنا كنت بعملها لما جيت أتجوز، بقيت الأمر مش متيسر، بقيت أصلي وابكي بين إيدين ربنا أقول يا رب جوزني والحمد لله. فجرب مش جرب استغفر الله، لا يعني خليك على يقين، بس فعلا قوم بالليل وصلي وابكي وقول يا رب جوزني. رقم 3 تقوى الله. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى كما عرف علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى تشمل الصيام، ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يأمرك بكده كما في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحق بسرعة واتجوز. ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع يعمل إيه بقى يا رسول الله لحد ما يتجوز؟ فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني وقاية، بس مش أي صيام، صيام مع غض بصر. لأن في ناس شباب يقول لك ما أنا بصوم والله بس مش الصوم ما قطعش الشهوة. أقول لك يبقى ما صمتش. عملت إيه؟ جوعت وعطشت إنما ما غضتش بصرك. يبقى تصوم جوارحك كلها عن معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى يشمل غض البصر ويشمل ترك المعاصي. رقم 4 ودي آخر نقطتين، الأخذ بالأسباب. يبقى الحمد لله استعنت بالله وقمت دعيت وصليت قيام الليل، التقوى الله سبحانه وتعالى وتشمل الصيام وغض البصر. رابع حاجة الأخذ بالأسباب، ان انت تشتغل يا أخي وتدور على وظيفة. مش لاقي وظيفة بشهادتك اشتغل أي وظيفة، أي شغلانة، بيع واشتري، اقف في أي حتة، المهم طالما لقمة حلال. اوعى تقول لا انا مش هشتغل غير بشهادتي، اوعى، لا اشتغل حتى لو بغير شهادتك طالما شغلانه حلال بفضل الله سبحانه وتعالى. ونصيحتي بقى قبل ما نختم الحلقه الجميله دي، نصيحتي بدل ما تتعطل عن الزواج بسبب ان عايز غرفه نوم ب7-8 آلاف جنيه، ايه المشكله ان انت تكتفي بدل غرفه النوم؟ ومحدش يفهمني غلط، محدش يفهمني ان انا بقول لك ايوه جوز بنتك على مرتبه وحصيره والكلام ده كله لا انا مش قصدي كده، مش قصدي ان غرفه النوم حرام، مش قصدي. انا قصدي لو ما فيش في امكانيات يا اخي ليك ان انت تتجوز في غرفه نوم، هات مرتبه. حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نام على حصير حتى اثر الحصير في جنب الشريف، فقال له ابن مسعود: يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا؟ قال: ما لي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل الشجره فراح وتركها. بدل ما تتعطل عن الجواز بسبب السفره، كل على الطبليه يا اخي. الله يرحم جدي وجدك، كنا بنقعد قاعده على الطبليه، الله اكبر، الله يرحم الايام الجميله، ايام البساطه، ايام البساطه يعني سبحان الله. الله يرحمها امي رحمه واسعه، كنت اما اقعد معاها اكل معاها على الطبليه
ده تقول لي عارف يا ابني والله العظيم هيجي لك يوم وتشتاق لقعدة الطبلية، وأنا والله مشتاق لقعدة الطبلية. ربنا يكرمنا ويكرمكم، وإن شاء الله بعد كده نبقى نقعد مع بعض على الطبلية. المهم يعني بدل ما تتعطل بسبب إن أنت نفسك تتجوز واحدة بكر وكده مش قادر ما عندكش، وتيسر ليك إنك تتجوز واحدة ثيب، اتجوزها، وخصوصا لو كان زوجها مات وساب لها أولاد يتامى، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. يعني معنى إيه الكلام ده؟ معناه أن يجوز ان انت بقى كرجل بقى كأب فاضل ان انت تعرض بنتك على الزوج الصالح وتيسر على الشباب، ويجوز ان الاخت نفسها تعرض نفسها عند امن الفتنة ان تعرض نفسها على رجل صالح بس بواسطة يعني ايه؟ يعني في شاب صالح وهي نفسها تتجوزه عشان يعين على طاعة ربنا، تخلي ابوها يبلغه هل لك في زوجة صالحة، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب عمل في عندما عرض حفصة على عثمان بن عفان وعلى ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. والموضوع الحقيقة يعني كبير، بس إن شاء الله نتقابل بقى اليوم الأحد القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى على الخير إن شاء الله، مع الحديث عن كيفية بقى اختيار الزوجة الصالحة. إزاي بقى الشاب يختار الزوجة الصالحة، ده موضوع الحلقة اللي جاية. إزاي هي تختار الزوج الصالح، ده موضوع الحلقة اللي بعدها نتكلم إن شاء الله عن الخوف على الشباب من الشباب وفتنة الحب، وبعدها بقى نبتدي نتكلم عن كيف تسعد زوجتك، كيف تسعدين زوجك، نتكلم عن يوم في حياة زوجين مسلمين، يوم في حياة زوجين، نتكلم بقى عن تربية الأولاد. إن شاء الله الموضوع طويل، فالحقيقة يعني الموضوع الوقت انتهى تقريبا، فتسامحوني يعني. أتمنى والله أن ربنا يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في الجنة، وأسأل الله عز وجل أن ينجح كل طلاب المسلمين. الحقيقة الوقت انتهى، لكن ندعي دعوة كده بسيطة كده في عجالة سريعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستغيث بك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، تتولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، يسر لنا قيام الليل، يسر لنا كل الصالحات، زوج شباب المسلمين، زوج بنات المسلمين، نجح كل طلاب المسلمين، اشفي كل مرضى المسلمين، ارحم كل موتى المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، واجمعنا على حوض النبي يا رب العالمين، واجمعنا في جنتك ودار مقامتك مع النبي وأصحابه في جنتك التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.